ولا مرة القناة تنصروا في لا اله الا الله. تصوروا الكل وتصوروا واحد باللحية باش تدخلوا ضايع ارهاب وما عرفتش شنو. يا اخي شربوكم الامريكان والصهاينة الهزاكة في قلوبكم، شربوكم كل الاسم. بل يعني لحظة خلينا نتكلم قبل عطينا عذر، قلنا بورقيبة كان نازل عليهم ويذبح فيهم، ومن بعد جابوا بن علي اقوى، قلنا عندهم حق يكذبوا بالسفن عليهم، لكن تو على شكون تكذبوا؟ على شكون؟ جيوا تصوروا كان اللحية حاجة، اللحية ذيك لحظة لحية ذيك لحية أشرف إنسان خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بس نرخيها وبس ونسيبها ولن نركع إلا لله بقلوبنا، ونركعون بالقوة، لن تركع قلوبنا إلا لربنا. اللهم باعوا الإسلام ونحن ثابتون، اللهم وإن خانوك فنحن لن نخون، اللهم فيك نحيا وفيك نموت وإليك نحشر يا رب أذلاء. اللهم فمن أراد بدينك يا رب، اللهم من أراد بدينك حسنا اللهم فقوه وانصره، وقلت وقولك الحق إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم من أراد بدين محمد سوءا واتبع الكفار وخشي اليهود والنصارى وارتضى أن يشتري الحياة الدنيا ويبيع جنات النعيم جنات عدن، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اهلكه، اللهم اهلك ستره، اللهم انزع عنهم سترهم يا رب، وفضحهم كما فضحتهم كل مرة يا رب. اللهم تجرأوا وسبوك، اللهم ونحن لا نسب، اللهم تجرأوا وذلوا وسبوا القرآن وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، اللهم نفديك بأنفسنا، اللهم إنا وهبنا لك أنفسنا يا رب، اللهم فانصر جندك يا رب، اللهم لا تذلنا للكفار ولا تذلنا لمن أذليتهم في القرآن، اللهم لا تذلنا لليهود ولا تجعلنا عبادا للمال، فقد قال رسولك صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، اللهم ولا تعس، اللهم لا تجعل حياتنا ضنكا، فقد قلت ومن يعرض عن ذكرنا فإن له معيشة ضنكا. اللهم فلا تجعل أبناءنا أبناء سوء ولا إخواننا إخوان سوء، ولا تجعلنا ممن يظهرون في الشاشة ويسبونك ويحاربونك وهم أتعس الناس في حياتهم يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. اللهم ونحن نثق يا رب وعلى يقين أنك وعدت ووعدك الحق أن العزة ستعود لهذا اللواء، وأن رسولك قد قال زوالي ربي بين المشرق والمغرب، فسيدخل الإسلام ما أطل عليه الليل والنهار. اللهم نحن على يقين بك وبكلامك يا رب وبجنتك وبنارك وبعذابك يا رب. اللهم فخشيناك في الدنيا وأنت يا ربي وقلت وقولك الحق أنك لا تجمع لعبد أمنين ولا تجمع لعبد خشيتين، فمن ائتمن منك في الدنيا ولم يخشى عذابك فلن تؤمنه يوم القيامة، ومن خشيك في الدنيا اللهم فإنا نشهدك أننا نخشاك، اللهم فيك نحيا وفيك نموت، ولأجل هذا الدين حيينا وفيه سنموت، فلك الحمد عليك الحمد ولك الحمد لأنك عافيتنا مما ابتليت به كثيرا من عبادك وفضلتنا على كثير منهم تفضيلا. اللهم لك الحمد والصلاة والسلام على رسول الله.